قبل اي حاجه ما تنساش تشترك في القناه علشان نوصل 1000 مشترك قبل اخر الشهر. فيلمنا بيبدا بالشباب دول وهما بيدوا الورقه دي لبعض، وبياخدها المهندس عبده بيحطها في شنطه تيتا عايده، وبعدين الرايق ده بياخدها منها وبيركب المترو. وده هريش عميل المخابرات الهنديه، والمفروض ان هما يقتلوه مع اصحابه سراج وايرون. واول ما المترو بيقف حماده بينزل وهريش بينزل وراه، وساعتها بيرمي الورقه في الباسكت، وهريش بيعمل كانه بيرمي حاجه وبياخد الورقه منه. والقناص ده بيقتل سراج عميل برضه في المخابرات الهنديه، بس الصينيين بيكشفوهم علشان كده بيقتلوه. وهريش بيدخل مكتبه ويجيب كتاب وبيكتب فيه رساله لياش، وده ايرون جوبتا عامل برضه في المخابرات الهنديه. ساعده بيرن على هريش وبيحذره انه يسافر بره البلد، لكن الحراس بتكون وراه ولسه هيمسكه. بيجي واحد وبيضربه بسكينه في بطنه وبيموت هو كمان. والمهندس هو قام منتحر، عاش خاين ومات كافر. المهم هريش بيمشي وسايق بسرعه جدا، وفي واحد بيلفت انتباهه علشان ما يشوفش الواير اللي قدامه، فبيجي على رقبته وبيقطعه. وده انجان داس مدير المخابرات الخارجيه، وفي وسط الاجتماع بيقول لهم ان الوضع كده بقى خطير، وبيسالهم عن عدد العملاء بتوعهم اللي في الصين. بيقولوا له 20، بس حاليا بقوا 17 بعد ما اتقتل منهم 3. وبيجي اخونا ياش بيقول لهم انا اقول لكم على حكايه صغننه كده، انا مراتي ماتت من 5 سنين، ومن ساعتها وانا بحاول اموت بس مش عارف. انتوا اكتر من واحد اهو، حاولوا كده يمكن تعرفوا. البيك شو بيديله بالخشبه فالمسمار بيدخل في كتفه بس ما بيتهزش، وبيمسك الواد يكسر بيه الجدار. وبعدها الفار بيطلع جري، بس ياش مش بيسيبه، بيخلع القميص وبيورينا ال 560 باكس اللي عنده. وكانوا لسه هيهربوا بالعربيه، لكن ياش بيشيلها كانها فرخه، وبعدين بيلبسهم في الجدار. بيروح البيت وبيشيل المسمار اللي في كتفه، وبيتخيل ان مايا مراته اللي ماتت قاعده وراه، وبتقول له لحد امتى هتفضل كده، وهو بيقول لها انا ظابط، ولو انا ما عملتش كده مين هيعمل. جرس الباب بيرن، بيبص ويرجع تاني بيلاقيها اختفت. بيفضل يفتكر في الحاجات اللي عملوها سوا والوقت اللي قضوه مع بعض. وبيفتح الباب بيلاقي جاي له ظرف، يفتحه بيلاقي الكتاب اللي هريش كتب فيه الرساله قبل ما يموت، وبيقدر يجمع من الكام كلمه اللي هو كتبهم في الرساله شويه معلومات هريش كان عاوز يوصلهم له. ياش بيروح للرئيس بتاعه بيقول له على المعلومات اللي توصل لها، والمدير بتاعه موجود مع مدير المخابرات الخارجيه، وبيطلب من ياش يدي للمدير الكتاب. بيقول له ان هريش كاتب التاريخ 2012 مش 2016، لكنه ما كانش بيكتب التاريخ، كان بيكتب ارقام صفح، واول حرف من كل صفحه لو جمعناهم مع بعض هيطلع لنا كلمه جاسوس. ومدير المخابرات بيقول له كلنا عارفين ان اكيد في واحد بيتجسس علينا لحساب الصين، لكن ياش بتقول له تعرف مكانه؟ قال له لا. هريش كاتب حروف EMP، وده اختصار لكلمه سفاره بوتابست. بيقول له ده ارض اجنبيه وفي بيننا وبينهم بروتوكول. بيقول له ما تقلقش، ده مش زمن البروتوكول، ده زمن انتش واجري. بيوافق وبياخده يوديه عند كيكي، لان كيكي دي هي اللي هتسافر معاه علشان يقضوا المأمورية سوا. وفي الاجتماع بيقول لها ان هو عرف اخبار جديده في قضيه الصين، وفي واحد بيسرب اسماء العملاء بتوعهم، وانتوا هتسافروا انتوا الاثنين مع بعض علشان تعرفوه وتجيبوه على هنا. وفي الطياره كيكي بتبقى قاعده في درجه اولى وهو قاعد في درجه ثالثه، والناس نايمين عليه وبياكلوا جنبه. وبيقول لها بتهتموا بالعملاء بتوعكم قوي، فقالت له على فكره يا استاذ حشاش ياش. بتقول له مش فارقه كتير، انا اشتريت لي نفس درجه اولى على حسابي. بيقول لها اكيد انت حجزت لنفس الجناح في الفندق على حسابك برضه. بتقول له الفندق ده بيروح نجوم السيما يا كوكو، لكن احنا هنروح بيت او عشه نستخبى فيها. بيقول له انت عرفت مكان البيت ده ازاي؟ قالت له السفير بعته لي على البريد. بص على المكان كده وبعدين بياخدها جري ويطلع بره، وبينيمها على الارض عشان في حاجه جوه، لكن مفيش حاجه بتحصل. فبتقوم من على الارض وبتزعل، وبتقول له انت بتعملها يا حاجه عشان تشوف وقبل ما تتحرك من مكانها البيت بينفجر، بيكون في واحد مراقبهم بيفتكر انهم ماتوا، ويبلغ رئيسه خلاص انهم ماتوا. ياش بيسيبها ويمشي، وبتساله رايح فين؟ قال لها المكان اللي بيروحوه النجوم. وبتبدا تدور على الكمبيوتر، لكن هو بيقول لها اشتغل بطريقتك وانا هشتغل بطريقتي. وبيروح على مكانه بيراقب واحد لحد ما يشوفهم وهم خارجين، وبيروح وراهم وبيعزم لينا اللي هي واحده منهم على كاسين استغفر الله، وبيتعرفوا على اصحابها وبيقضوا سهره كلهم مع بعض. ولما بيرجع الفندق بيلاقيها نايمه في وسط الاوراق دي كلها، واول ما بتفوق بتتخض. بيقول لها قهوه يا مدام، قهوه يا استاذه. المهم بعدها بيشوف النتائج اللي هي وصلت لها، وبيمسك صوره وبيقول لها هو ده اللي انت بتدوري عليه. بتقول له شيف ده مترجم اكيد مش هو، لكن ياش بيصمم ان هو ده. وبتقول له احنا هنبعت رساله ان احنا هنبقى موجودين في المكان ده، واللي احنا شاكين فيه هو اللي هيجي على المكان ده اكيد. بيقول لها عندك حق، وبتوقف واحد كده وبتدخل تشوف الكاميرات، وبيكونوا حاطين كاميرات في كل مكان. وبعد مده طويله بيجي اميت سينج، وهي بتقول انا كنت عارفه ان هو ده. بتقول له مش قلت لك يا ياش؟ وقبل ما تكمل كلامها بتبص مش بتلاقي ياش واقف جنبها، وياش بيطلع يجري بيلاقي اللي كان طالع له قام والترابيزه بتاعته فاضيه. بيبص لقاه بيركب الاتوبيس، ساعتها بيسرق ريس بتاع واحد واقف ويجري بيه. وكيكه بتطلع وبتقبض على اميت سينج، وبتتصل بياش وبتساله انت فين؟ بيقول لها سيبي اميت يمشي ده طلع شيف. تساله انت كنت في المعرض ليه؟ قال لها في واحد بعت لي رساله على البريد الالكتروني بتاعي وقال لي ان السفير عايزني اجي اصوره هنا. كيكه بتطلب منهم يرجعوا لها الكاميرات، وتشوف فعلا ان هو كان قاعد بره، وياش شافه وهو قاعد من ورا الازاز، وان هو اللي بعت الرساله دي لامين علشان يشتتهم وكده، وعشان كمان يبعد الشك عنه. ياش بيوصل البيت قبله وبيفتح الشقه وبيدخل على جوه علشان يدور على الكمبيوتر بتاعه على اي حاجه تفيدهم، بس الشيف بيجي وراه على طول وبيشوف الورقه اللي كان حاططها على الباب الشقه مش موجوده. وياش لما
بيحس انه اتاخر على ما يفتح باب الشقه. بيفتح الباب وبيبص عليه، بيلاقي الكيس اللي هو كان جايبه مرمي على الارض. بيفتكر انه جري فبينزل جري على تحت. بيطلع يدور عليه في الشارع، لكن هو كان دخل الشقه اللي جنبه ومنها بيرجع لشقته. وكيكي بتوصل للبيت، ولما بتطلع بتلاقي حاجه مرميه على الارض. بتتصل باشا وبتساله انت فين؟ بيقول لها انه تحت الشارع. بتقوله ان في حد هنا في الشقه وبتدخل. وياش لما بيروح بيلاقيه مش موجود، وكيكي واقع على الارض ومغمى عليها. بيفوقها وبتقوله ان هو هرب. بيقول لها ان هو منزلش. بيبص عليه بيلاقيه طلع فوق البيت، بيجري وراه وبيفضل يجري منه وهو وراه. بيروح واخده ونازل بيه على الارض، وكيكي بتكون مستنياه وبيقبضوا عليه. والسفير الهندي بيجي وبيديهم المعلومات اللي جابها عنه، وبيدوه لبس يلبسه علشان ياخدوه ويروحوا على الهند. بيقول لهم اسكتوا، مش هنروح المطار، مش هتسالوني ليه. وبيقول لهم ان الداخليه بعتلي اتنين، واحده ما بتعرفش تضرب نار على حد، والتاني ما عرفش يحمي مراته وسابها تتقتل. وبيجي من وراهم موتوسيكل وبيضرب نار عليهم. ساعتها السواق بيموت، وبيجي كمان 2 3 بيضربوا نار عليهم. وكيكي بترمي السواق من العربيه وبتقعد مكانه. فضلت وراهم لحد ما عملت حادثه. ياش بيقول لها ادخلي المبنى ده، لازم نقعد فيه شويه. وبينزلوا بياخدوا الخنزير معاهم وبيطلعوا على فوق. بيفضلوا طالعين لحد ما بيلاقوا واحده بتفتح شقتها علشان تدخل، فبيثبتوها. بتوريها الكارنيه بتاعها وبتوافق تساعدهم وتدخلهم عندها. واول ما بيدخل بيمسك شيف وكان هيقتله، لكن كيكي بتلحقه ومش بيلحقوا يكملوا كلام. وبيدخل عليهم شويه شباب زي الورد. ياش بينزل فيهم ضرب وكيكي معاه. في وسط الضرب ده كله الخنزير عمال يعزف ولا كأن في حاجه. بعد ما ياش يخلص الحوار بياخد منه الهرمونيكا وبياخده ويمشي. كيكي بتقول انها عرفت المكان وهو ميدان الابطال. يلا بينا نروح على هناك بسرعه عشان نلحق العميل اللي هيتقتل هناك. وبينزلوا يجروا علشان يلحقوا ينقذوا العميل. كيكي بتقول له قدامنا 10 دقايق ونوصل لميدان الابطال، لكن شيف بيقول لهم انه في المترو من تحت، فبيجروا عشان يلحقوه. لكن للاسف ياش بيروح بيلاقيه خلاص اتقتل. بيرجع تاني وكان متعصب قوي، وبيمسك شيف وبيحط السلاح في وشه وكان هيقتله. بيقول له بتعمل كل ده عشان الفلوس؟ قال له مين قالك اني بعمل كل ده عشان الفلوس؟ قال له امال عايز ايه؟ شيف بيقول له اللي انا عاوزه محدش يقدر يديهولي. وبيركبوا العربيه ويمشوا. وفي عربيه تانية بتيجي وراهم، وياش هيتجنن ازاي بيعرفوا طريقنا بالسرعه دي. كيكي بتبص له كده بيقول لها لا، انتوا مدين لي اللبس وما معيش موبايل وما معيش اي حاجه ومفتشيني قبل ما البس. بعدها بيثبت شيف في مكان، وكيكي بتيجي بالعربيه وتدخل فيهم، وبينزلوا ضرب نار في بعض. وياش بيفضل يضرب فيهم كلهم لحد ما بيخلص عليهم وبيفجر المكان باللي فيه. وبياخدوه ويركبوا العربيه تاني ويمشوا. وبيقول لهم انا منبهر بيكم، علشان كده انا هساعدكم في المطار. لكن ياش قال له مين قالك اني هروح المطار؟ وبياخدوه على سفاره الهند وبيطلعوا فوق السطوح وبيلاقوا في طياره مستنياهم. بيقول لهم انتوا هتودوني على فين؟ قالوا له على الهند يا حماده. وقبل ما يركب الطياره في طياره تانية بتيجي والقناص بيضربه طلقه في قلبه. وياش بيجي له تليفون وبيقول له ان في عمليه قتل في ماليزيا، لازم تقبض على شيف حالا. ياش بيقول لكيكي ازاي طول اليوم بيحاولوا ينقذوه وفجاه كده يقتلوه، وليه الطياره ضربت عليه هو نار وما ضربتش علينا احنا كمان. وبيجي له تليفون تاني، والغريبه انه بيبقى شيف بيقول له ان هو ما ماتش، وبيقول له كمان ان هو ما اتضربش بالنار، ده سم العنكبوت، يعني بيوقف القلب كده لمده 30 دقيقه. واول ما بيقفل التليفون بيمسك الساعه بتاعت كيكي ويبص عليها، بيلاقي فيها جهاز تتبع، ويفتكر انها لما كانت في الشقه وهو ضربها على راسها اغمى عليها. وساعتها اخذ الساعه وحط لها فيها جهاز تتبع، علشان كده كانوا بيعرفوا طريقهم. مدير المخابرات بيقول لهم في التليفون ان هو اللي غلطان، وبيقول لها ارجعي وانا هبعت ضابط بديل مكانك. لكن ياش بيقول له لا، هي مش هترجع، واللي حصل لها ده ممكن يحصل مع اي حد فينا. شيف بيتصل بياش وبيقول له انت فين يا ياش يا اخويا؟ بيقول له انا في بيتك. قال له هقول لك نصيحه مجانيه من اخوك الهربان، بطل تدور ورايا. في الوقت ده ياش بيلاقي في الحوض ورقه صغيره، بيفك الحوض وبيجيب بقايا الورقه من الحوض نفسه وبيحاول يجمعهم. وبيلاقي ان حد كان باعت له كارت في عيد ميلاده، وبيلاقي التاريخ في شهر 4. بيتصل بالرقم الموجود على الكارت، بيقول له روح الملجأ اللي هو كان متربي فيه ويجيب له كل المعلومات عنه. وهنا ياش وكيكي بيروحوا لمالها وبيسالوا عن واحده اسمها مارتينيز، بيقولوا لهم في الدور الثاني، فبيروحوا لها. بيسالوها عن شيف، بتقول لهم هقول لكم على مكانه، والمقابل انها تشقلب معاه شويه. بيقول لها انه موافق. وفي مره بيكون بيستحمى وبيخرج يلاقيها في الاوضه، مش بيلحقوا يتكلموا كلمتين، وبيدخل عليهم شويه شباب. ياش بينزل فيهم ضرب وبيمسكها يخليها تساعده. وكيكي بتدخل عليهم بتلاقيه شايلها، بيقول لها اوعي تفهميني صح. مارتينيز بتطلع وبتقول له انت ما نفذتش الاتفاق، بس هقول لك على العنوان. بيعرفوا منها العنوان، واول ما بيروحوا بيلاقوه في وشهم، وبيفضل يجري منهم وهم يجروا وراه لحد ما يدخل المكان ده، وساعتها مش بيعرفوا يعدوا وراه وبيمشي مع اللي ماشي. مارتينيز بتيجي لشيف هنا وبيديها ظرف فيه فلوس، بتقول له انت ليه فضلت في القريه؟ قال لها علشان يشوفوني ويتاكدوا من كلامي وكده هيثقوا فيكي اكتر. وبيرجعوا لها تاني وبيسالوها عن مكانه، ومارتينيز بتتصل بيه وبتقول له تحب ابعتهم لك على فين؟ قال لها ابعتهم على بارلي. ياش وكيكي بيتكلموا بيقول لها انه هيسافر له. في نفس الوقت شيف بيفتكر اخر مكالمه كانت بينه وبين باباه، وبيقول له انه بقاله 30 سنه بيشتغل مع المخابرات الهنديه، ودلوقتي ان هو اتكشف ويقتلوه، علشان كده انا عاوزك تاخد بالك من امك واختك كويس. وفعلا بيجوا يقتلوه، وبيكون قاعد مع امه واخته قدام التلفزيون بيسمعوا الاخبار، وهم بيقولوا ان باباه كان جاسوس وان هو مش مواطن هندي ولا حاجه، وبيتبروا منه وبيقولوش ان هو عميل هندي. امهم بتقول انها مش قادره تتحمل انه يتقال على جوزها انه كان خاين، وبتضرب نفسها بالنار وبتموت. علشان كده شيف بينتقم
ينتقم لامه وابوه. وياش عمال بيراجع كل اللي حصل علشان كده فهم كل حاجه. وبتيجي كيكو بتقوله ان هو هيتاخر على السفر، لكنه بيقول لها انه مش هيسافر لان شيف موجود هنا وما سافرش لسه. وهنا شيف بيلبس الزي الرسمي بتاع الضباط اللي عندهم لان هو كل هدفه انه يقتل الوزير ده. وياش فهم كل ده علشان كده بيقول لكيكي ان هي لازم تضرب النار على الوزير قبل ما هما اللي يضربوه. كيكي بتقول له انها مش هتقدر تعمل كده، وبيقدر يقنعها ان هي تضرب عليه نار الاول علشان كلهم يتلموا عليه والقناص ما يقدرش يقتله. واول ما بتضرب عليه النار الكل بيجري عليه فعلا، والقناص كان هيقتله لكن ما عرفش، وساعتها هي اللي بتضرب القناص بالنار. وياش بيحاول يضرب شيف لكن بيقدر يجري منه وبيفضل يضرب عليهم نار وهم يضربوا عليه. وهنا ياش بيعمل لنا مشهد فاخر من الاخر وبيكسر كل اللي في القاعه، وشيف بيقتل كل الحراس اللي مع الوزير لحد ما الوزير دخل غرفه وبقى لوحده، وشيف دخل وراه وكان مصمم انه يقتله، لكن كيكي تضربه وتوقع منه السلاح. ساعتها بيقول لها ان ابوه مات، والوزير طلع في الاخبار وقال عليه انه خاين، وقال كمان انه مش مواطن هندي اصلا وانه اتسبب في موت امه، علشان كده لسه في 17 واحد هيموتوا بس بعد ما اقتلك انت الاول. كيكي بتقول له انه مش هيقدر يقتل حد تاني كفايه اللي قتله. بيقول لها انها مش هتقدر تقتله وان محدش يعرف يمنعه. ساعتها بيدخل ياش وبيضربه بالنار وبيموت. طبعا الوزير فرحان ان ياش انقذه، لكنه بيقول انه ما قتلوش عشان الوزير، وانه قتله عشان ما يموتش ال 17 اللي قال عليهم. وزي ما عملنا واجبنا تجاهك انت كمان لازم تعمل واجبك تجاه اللي اتقتلوا دول، لازم تطلع في الاخبار وتقول ان هما مش خونه، وتقول كمان ان هم فعلا كانوا عملاء المخابرات الهنديه، لازم ترد لهم شرفهم وكرامتهم. وفعلا بيطلع الوزير في الاخبار وبيقول لهم ان هم ما كانوش خونه وكانوا شرفاء وكانوا بيخدموا البلد بصدق وشرف، وبيقول اساميهم واحد واحد واهلهم كلهم بيكونوا فرحانين جدا ومبسوطين. وساعتها ياش بيتخيل ان مايا مراته واقفه جنبه وبتقول له برافو عليك يا واد. بتيجي كيكو بتقول له انت بتكلم مين؟ قال لها لا ده انا جعان بس فبطني بتعمل صوت، وبتسلم عليه وبتقول له ان هي كانت مبسوطه بالشغل معاه. بيقول لها وانا كمان. وبكده يكون خلص من المنى. اشوفكم على خير.